السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واحسن الظروف. اليوم غنعطيكم وصفه اللي هي رائعه كدار في الحمام. هذه الوصفه هذه راها مجربه تقريبا، انايا متبعاها منين بدا فصل الصيف، وانا متبعاها شهر كامل، شهر 6 كامل تبعتها، ولقيت عليها واحد النتيجه اللي هي رائعه. انا البشره ديالي كتنشف في الصيف، كتولي ناشفه بزاف وكتولي كتقشر. ومن جربت هاد الدلكه السودانيه، كيديروها في السودان بزاف، كيديروها الجسم ديالهم كامل، كتعطيهم واحد الاضاءه وما كتخليش البشره ديالهم جافه. قلت علاش لا ما نشاركاش معكم. المهم اي حاجه كنجربها راه كنجي كنعطيها لكم، ونتمنى ان شاء الله خصوصا البنات اللي عندهم البشره ديالهم ناشفه وكتمشيو للحمام كتجيو بحال اللي ما مشيتوش للحمام، وكتحسوا بالبشره ديالكم قاصحه كما كنقولوا، قصاحت وفيها داك الحبوب اللي كيكون حرش. وملي كدوزي هذا اليد ديالك كتلقاي الجسم ديالك حرش بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم كما قلت لكم الدلكه السودانيه. بالنسبه لهاد الدلكه هذه كدار في الحمام، غنقول لكم حتى الطريقه ديال الاستعمال ديالها. هنا عندي كاس ديال الدقيق الفورس. بالنسبه للدقيق الفورس كيبيض وكيعطيك واحد النعومه البشره وكيوحد لك اللون. وعندي كاس ديال الشوفان. حتى الشوفان راكم عارفين المنافع ديالو، فيه بزاف ديال الفيتامينات، والجسم كيستافد من الفيتامينات اللي في الشوفان وحتى اللي في الدقيق الفورس. هنا غادي ناخذ كاس ديال الشوفان، غادي نطحنوه في الموينيكس حتى يولي على شكل بودر، وغادي نرجع معكم وغنقول لكم الطريقه ديال استعمال هذه الوصفه هذه، اولا الطريقه ديال تحضير الوصفه. اول حاجه كما قلت لكم الشوفان ضروري يكون في هذه الوصفه، كيعطيك واحد الرطوبه وفي نفس الوقت كيوحد لك اللون. وحتى بالنسبه لذوك الاخوات اللي عندهم داك الحبيبات الرقاق من بعد الحمام، كتكوني هكا حكيتي بكيس حرش، كيجيوك هذوك الحبيبات اللي كيكونوا رقاق في الجسم. ملي كديري هاد الوصفه هذه راه ما كيبقاوش هذوك الحبيبات، والجسم ديالك كيولي كيلمع. انا كما قلت لكم راني مجرباها، وقلت علاش لا ما نشاركاش معكم حتى نتوما تستافدوا من هاد الوصفه. هنايا كناخذ واحد الكاسرون ولا واحد المقله، كناخذوا هذاك الكاس ديال الشوفه اللي طحنا كنديروا في هذيك المقيله، وكنزيدوا هذاك الكاس ديال الدقيق الفورس. هنا كنديو على النار مباشره، وكنكونوا ناقصين شويه النار، تكون النار مهيله، وكنبداو يعني كنبداو بالتحريك، ما نحبسوش من التحريك. وانا نقول لكم نوريكم الشكل ديالو النهائي. كما قلت لكم الطريقه ديال التحريك ما تحبسوش، كما كتعرفوا الشوفان راه دغيا كيلصق، لما استمرتوش في التحراك دغيا غيلصق لكم، وغادي يتجمعوا لكم هذوك الكويرات. صافي هنا غادي تبقاو تحركوا حتى يتحمر هذا الدقيق والشوفان. غنوريكم الشكل ديالو. كما قلت لكم انا غادي نستمر في التحراك. بالنسبه لهاد الوصفه راها سهله وبسيطه، المكونات ديالها موجودين في كل بيت ولا قد تجيب وكتعطيك النتيجه. انا بزاف الاخوات لقيتهم في الحمام وذوقتهم قالوا لي تبارك الله عليك، راها وصفه فعلا ناجحه وتستحق التجربه. كل وحده قالت لي غنمشي نحضرها ونبقى نستعملها. كاين الاخوات اللي كيكونوا هكا حيدوا الشعر من الجسم ديالهم، كيبقاو دوك الحبيبات الرقاق كيبرسطوهم ولا كيبقاو يدقوهم. ملي كديري هاد الوصفه هذه كما قلت لكم غنعطيكم الاستعمال ديال الوصفه في الاخر ديال الفيديو. صافي هنايا راه حمصت هذاك الدقيق مع داك الشوفان، يعني حمرناه على هذا الشكل هذا، ما تخليوش حتى يتحرق. هذا هو اللون اللي كيولي فيه. هنا غادي نزيد نص كاس ديال الماء الورد، اولا عندكم ما عندكمش الماء الورد وعندكم غير الماء يعني ماء عادي، تقدروا ديروا الماء عادي. انا غادي ندير نص كاس ديال الماء ديال الورد، وعاد غادي نزيد الماء عادي، يعني الماء غادي ناخذوه وغادي نبقى نخلط به هذه الوصفه. وحتى بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الماء ديال الزهر، تقدروا تاخذوا قرعه ديال الماء الزهر وتخلطوا به هذه الوصفه، راه كيخلي واحد الريحه رائعه. انا كدرتها بالزهر، وهذه المره هذه قلت نديرها بالماء ديال الورد. بالنسبه للماء الورد انا علاش ما كثرش، لحقاش عندي مجهد بزاف، خديت غير نص كاس. كيعطيك واحد الريحه في الجسم ديالك، كتحسي براسك فعلا نقيه والريحه ديالك زوينه بزاف. وحتى بالنسبه للمزهر حتى هو كيعطيك واحد الريحه رائعه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الريحه ديال المزهر تاخدي قريعه تكون مزيانه، يعني ماركه مزيانه. صافي وكتخلطي بهذه الوصفه وكما قلت لك كتستعمليها. المهم غادي نستمروا في التخلاط. بالنسبه للتخلاط نخلطوا غير بشويه بشويه، وحنا كنزيدوا الماء باش ما نكثروش الماء، باش الوصفه ما تخسرش لينا ولا الخلطه ما تخسرش لينا. بالنسبه لهاد الدلكه السودانيه راها معروفه علاش هما سماوها الدلكه، لحقاش هي كتدلك، يعني
تدلك في الجسم ديالك كامل على النقاء. من كيكون الجسم ديالك نقي كتكون يلا غسلتي صافي كديري هاد الدلكه هذه السودانيه، يعني كتدلكي الجسم ديالك كامل. وكتكون شي وحده مختصه بهاد الوصفه هذه وكتبقى تدلك لك يعني الجسم ديالك كامل من الفوق حتى لتحت من رجليك، يعني ما كتخلي حتى بلاصه في الجسم ديالك من غير شعرك من طبيعه الحال. صافي وكتخليها تقريبا واحد ربع ساعه وكتغسلي عادي وبلا صابون. هنا غادي نزيدو في هذيك الخلطه اللي خلطنا، نزيدو معلقه ديال السكر سنيده ومعلقه ديال القهوه، وغنزيدو اي نوع ديال الزيت. يعني نتوما لكم الاختيار في الزيوت اللي ديال الكوك اولا جوز الهند. وغناخذ زيت لوز الحلو، تقدروا نتوما كما قلت لكم ديروا اي زيت. انا المره اللي فاتت درت فيها حتى زيت الورد، حتى هو كيخلي واحد الرائحه رائعه. صافي هنا كتستمروا في التخلاط. بالنسبه لهذيك القهوه كما قلت لكم راه كتصفي البشره، كديروا بحال الكوماج. وبالنسبه للسكر راه معروف حتى هو كيصفي البشره وكيحيد كاع دوك الجسم اللي كيكون هكا فيه دوك القشيرات اللي كيكونوا راه ما كيبقاوش. مثلا كان الجسم ديالك كيعطيك هذاك القشور ملي كدوشي. ملي كديري هاد الوصفه من مور الحمام راه ما كيبقاش، يعني من مور الحكان. انا منين ديتها هاد الوصفه هذه منين ديتها للحمام حتى حكيت وساليت وغسلت شعري، صافي درت كل شيء اللي خاصو يدار. درت الصابون ضروري يكون دهني، ما يكونش كينشف البشره. وصافي وكديروا هاد الخلطه هذه. قبل ما ديروا هاد الخلطه هذه كتكونوا زدتوا فيها شويه ديال الزيت، اي زيت عندكم. انا كندير اما زيت ارغان اولا زيت الورد، يعني نتوما لكم الاختيار. كتاخدي اي زيت كتزيدي على هاد الوصفه صافي وكدلكي لحمك كامل، البشره ديال يعني الجسم ديالك كامل كيتدلك بهاد الدلكه السودانيه. كتبقاي غير واحد شويه يعني كتدلكي وفي نفس الوقت كتولي كتقومي البشره ديالك كامله. يعني هذيك الساعه ما كتحتاجيش ديري الصابون من مور هاد الخلطه هذه اولا الدلكه السودانيه. ملي كديريها الجسم ديالك صافي كتشلي وكتخرجي عادي. وكديري اي كريم ملفه كديريه راه كديري الجسم ديالك، يعني كريم ديال الجسم راه كديريه. بالنسبه لانايا هاد الدلكه هذه كنحتفظ بها في الثلاجه. ملي كنكون غادا للحمام كناخذ غير واحد شويه. حتى بالنسبه للاخوات اللي ما كيمشيوش للحمام وبغاو يديروها غير في البيت راه كتدخلي صافي كتحيدي هذاك الوسخ اللي كيكون في البشره اولا الجلد الميت، يعني كلشي كيتحيد بالكيس. من بعد صافي كديري الصابون المعتاد اللي عندك وكديري هاد الدلكه هذه وكتطلي الجسم ديالك كامل. كتبقاي تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، شحال ما بقيتي شحال ما مزيان. صافي وكتعاودي تغسلي كما قلت لكم ضروري من الزيت. اي زيت عندكم غادي تزيدوه في الاخر. انا كنزيدو فوق هذيك البواطه. صافي ملي كنكون غادا للحمام راه عارفه انايا البواطه غنهزها وغنديها، خصوصا زيت الورد راه كيخلي واحد اللمعه وكيفتح البشره وكيوحد اللون وما كيخليش البشره ناشفه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راها رائعه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وما تنسوش ليا واحد اللايك وواحد البارطاج. وبطبيعه الحال عجبتكم القناه ديالي وبغيتوا تابوناو مرحبا. غادي نحط ان شاء الله كريمات بالنسبه للاخوات اللي عندهم شعرهم ناشف بزاف وكيتساقط وعندهم الشعر ديالهم منفوخ وما كيبغيوش يديروا الكيراتين وما كيبغيوش يديروا الترطيبه. ان شاء الله غادي نتقاسم معكم بعد الوصفات اللي كندير وخصوصا هاد الكريمات، يعني بديل الزيت من مور الغسيل كيفاش تعتني بالشعر ديالك. وان شاء الله غادي نحطهم من بعد هاد الفيديو. من مور هاد الفيديو هذا غنحط لكم الكريم